تقنيات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي سلسلة من سلسلة الدورات التكوينية التي ينظمها فضاء تكوين وتنشيط النسيج الجمعوي بوجدة لدعم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني بجهة الشرق في الفترة الممتدة من 20 ماي إلى 9 أكتوبر من السنة الجارية. محمد السرغيني، أستاذ جامعي بكلية العلوم بوجدة، خبير في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. الدورة الهدف ديالها هو تمكين الجمعيات من الاستفادة من الأدوات المتاحة بلورة استراتيجيات اشتغال بأدوات الذكاء الاصطناعي ومساعدة الجمعيات على تحسين الخدمات التي تقدمها للمجتمع فيما يخص إنشاء المواقع الإلكترونية للجمعيات، في إنشاء حملات تبرعات، كذلك إنشاء فيديوهات لإبراز عمل الجمعيات والأهداف ديالها. وتعد هذه السلسلة من الدورات التكوينية جد مهمة بالنظر لأهدافها المتمثلة في تمكين المستفيدين والمستفيدات من اكتساب العديد من المهارات والآليات ذات الصلة بتجويد العمل الجمعوي. هاجر بوجوالة، ممثلة جمعية الأسرة للمدينة القديمة ظهر المحلة. الحمد لله خرجنا عن كيفية لا كرياسيون ديال ان سيت ويب باش نعرفوا بالجمعيه ديالنا، باش نفتحوا على العالم اخر، يعني نجيبوا منح دعم الناس يعرفوا الجمعيه ويعرفوا كما نقولوا حنا لي زاكتيفيتي اللي كديرها الجمعيه. بفضل الذكاء الاصطناعي غادي نفتحوا على العالم الاخر، بحكم ان الجمعيه ديالنا عمرها ما كان عندها ان سيت ويب. بفضل هذه الدوره التكوينيه نقدوا اننا نكريو ان سيت ويب بدون كما نقولوا حنا مقابل مادي اللي يكون كبير. وقد عرفت هذه الدورة التكوينية ورشات تقنية مكنت الفاعلين الجمعويين من التعرف على كيفية استخدام واستعمال الذكاء الاصطناعي بغية التمكن من تقديم خدمات متميزة. خالد قاسو، باحث وفاعل جمعوي، مؤطر للورشات التكوينية لفائدة جمعيات المجتمع المدني. هذه السلسلة تاع الدورات التكوينية جد مهمة من أجل تجويد العمل الجمعوي من منطلق أنه الجمعيات كاين العديد منها كعاد مازال كيديروا ذاك الاحتراف أو لا ذاك العمل التطوعي التقليدي. حنا باغيينهم يمشيو لواحد المستوى تاع التطوع الاحترافي وكيتملكوا العديد من الآليات كما شفنا اليوم في الدورات التدريبيه. وهذه فرصه باش نشكروا الاداره على راسها السيد سمير بن عياده على هذا الاهتمام ديالو السنوي من اجل خلق هذه الدورات التكوينيه، والتي تعتبر بالنسبه لي كمؤطر وبالنسبه لي كفاعل جمعوي انها هي الاساس نتاع تجويد العمل الجمعوي بالفضاء وبالجهه الشرقيه.